مساء الفل على احلى صحاب في الدنيا. النهارده فيلمنا بيبتدي بأرنوبة عايزه تبقى شرطيه، وبتلاحظ ذئب بياخد تذاكر خروف وارنبه وبتجيب لهم تذاكرهم، والذئب بيقول لها انت فاكره نفسك شرطيه ولا ايه؟ ده في المسرحيات، ولكنها بتاخد خربوش حلو على وشها. وبنتنا الأرنوبة قدمت في الخدمه العسكريه وكانوا بيسخروا منها ويقولها انت كده كده ميته وان مكانك مزرعه الجزر، وفعلا بتخسر وبيكون مكانها مزرعه الجزر، وبتتدرب تاني لحد ما بتسبق كل اللي موجود في المدرسه العسكريه. ومش بس كده، بتطلع الاولى على المدرسة وبيتعمل الاحتفال وبيحضر الأسد المحافظ وبيكرم الأرنبة جودي على أنها بقت ظابط قد الدنيا، وهيوديها مدينة زوتوبيا اللي فيها بيعيش كل الحيوانات في سلام مع بعض. وأخيرا الأرنبة هتحقق حلمها، وقبل ما تسافر أهلها بيحذروها من الحيوانات المفترسة وقال لها أنا هنديكي صاعق بس مش للناموس المرة دي ولكن للثعالب، خلي بالك وإياكي الثعالب. وبنتنا بتسمع الكلام اكيد لا، وبيوصل القطر وبتودع ابوها وامها وكمان ال 275 اخ مزرعه الجزر، وكان الطريق سهل وجميل وبتوصل فندقها وبتدخل الفصل وبتلاقي نفسها ارنوبه فعلا، وكلهم فيله واسود ودبب وهي الارنبه الوحيده. واما المدير بيقول الارنوبه اخرها موقف العربيات، وبتكلم مديرها وبتقول له على فكره الاهتمام ما بيطلبش يا مدير، وبتنزل موقف العربيات فعلا. وبنتنا طبعا مش بتسمع الكلام وبتدخل ورا ذئب محل بيشتري منه ايس كريم هو وابنه اللي مش ابنه، وسمعته بيقول لبياع ايس كريم انا عايز لابني ايس كريمه، وصاحب المحل الفيل قال له ده للفيله بس. وبتدخل الارنوبه الشرطيه بتقول له انا شرطيه وهقول لكل الناس اللي بتشتري انك بتسحب الايس كريم بزلمتك، فعلهم الفلوس وبتاخد منه الايس كريم للذئب وابنه، وبتقول له بعد كده مفيش اي تحيز بين انواع الحيوانات. وبيطلع الذئب هو وابنه وبيشكرها على الايس كريم، وبتلاقي الذئب بيسيح الايس كريم ويروح يجمده في شكل مصاصات ويبيعه للكائنات السنجبيه، وطبعا بيكسب اكتر بكتير ما اشتراه. والارنوبه بتقول له انت ثعلب ماكر، وبيقول لها انت مجرد شرطيه مخالفات مش اكتر. وبترجع الفندق يأسانه وبتحاول تسمع موسيقى عشان تفرفشها، وبيبتدي باباها ومامتها بيكلموها بتقول لهم قد ايه ان هو كان يوم رائع، وطبعا ما بتقول لهمش ان انا فشلت. وبتنزل تاني يوم وبكل طاقه وحماس جديد وبتدي مخالفات، وبتلاحظ حد بيسرق وبتقول بس خلاص فرصتي جت، عريس يا ابوي حرامي، وبتجري وراه وبتدخل مدينه الاقزام وبتنقذ بنوته اسمها رحاب، خليكوا فاكرينها دي عشان هنرجع لها تاني. وطبعا جابت لهم الحرامي في شوال قصدي دوناتس، ورئيسها بيقول لها انت ظابطه مخالفات مش اكتر، مالكيش دعوه بالسرقه والكلام ده. وفي وسط ما هم بيتخانقوا بتدخل عليهم ست وبتقول لهم انا زوجي ضيع مني ومحتاجه ان انا الاقيه. وما صدقت الارنوبه شبطت في القضيه وقالت لها خلاص انا همسك قضيتك، وما صدقت الست وحضنتها، ولكن الرئيس بيطردها وبيقول لها اخرجي قولي للست دي ان انا مش همسك القضيه. واول ما بتخرج بتلاقي الخروفه ان هي بتبلغه ان العميد فرحان ان هي هتمسك القضيه، اي نعم بتحط العقده في المنشار، ولكن الرئيس قال لها انا هسيبك بس 48 ساعه تلاقيه. وفرحت جدا طبعا، ويا فرحه ما كملتش لو ما لقيتوش هتقدم استقالتها، واضطرت ان هي توافق. وابتدت تبص في ورق القضيه اللي هي ورقه واحده، وده كان اصغر قضيه الواحد يجي، وابتدت تلقط خيط القضيه اللي هو ديل الثعلب. واما الارنوبه ما استنتش تاني يوم وراحت له قال لها بعدي عني يا جزر انت كده بتعطليني. قالت له وانت بعطلك في ايه؟ انت بتكسب قد ايه؟ 20 دولار يعني؟ قال لها لا 200 والسنه فيها 365 يوم. وقال لها امشي بس من وشي بالجزره اللي انت ماسكاها دي. قالت له انت تعرف حاجه عن الراجل المفقود ده؟ قال لها اه طبعا انا كل حد بيشتري مني حاجه بعرف عنه كل حاجه. راحت وقفت له العجله وقالت له انت كده هنمشي قانوني. قال لها تهمه ايه ان شاء الله؟ انا مش ماشي بعربيه. قالت له تهمه التهرب الضريبي، 200 في 365 يوم زي ما انت قلت وانت عندك 12 سنه يعني كده خلاص كلامي. قال لها كلامي قدام كلامك. وضحكت الارنوبه عليه وسمعته كلامه بجزره التسجيل اللي هي ماسكاها، واتفاجئ وقالت له انت مضطر تساعدني. وقال لها انا شفته في مكان بس ما ينفعش ان انت تروحي معايا. وبتروح طبعا معاه وقابله هناك الراجل الناموسي، والراجل الناموسي بيدخلهم غرفه الحيوانات، هي حاجه كده زي سبا بيكون فيه كل الحيوانات. وابتدت تدخل وهناك كانت مكسوفه جدا من شكلهم ان هم مش لابسين حاجه، وبيقول لها انا هوديكي عند الفيل اللي هيقول لك كل حاجه. والفيل طبعا ما بيفتكرش اي حاجه، والراجل الناموسي بيقول لها على كل المعلومات وخاصه لون العربيه اللي كان راكبها المفقود ورقمها كمان. وازاي بقى لها في اخر اليوم انا كده خلصت مهمتي اديني القلم بقى. بتقول له لا لسه فاضل 36 ساعه هتساعدني فيهم. بيوديها لواحد صاحبه اسمه فلاش اسرع كسلان على الكوكب، شبه كده بتوع شؤون الطلبه، وبتديله رقم لوحه العربيه بسرعه وبتقول له يلا بسرعه. وما صدقت الارنوبه طلعت مكان العربيه ورحت المكان واخدته معاها، ودخلت العربيه ولقوا هناك اثار مخالب وكمان بطاقه المفقود في العربيه. وبيشوفوهم الدبين ريموندا وكيفن وبياخدوهم لسيدهم بيج. ومشكله الثعلب مع سيدهم بيج انه جه
من غير اذن ومعاه مشكله قديمه كده بسبب ان الثعلب ده في يوم من الايام اتجوز جدته ودفنها تحت السجاده. والارنوبه طبعا ما سكتتش وقالت له انا شرطيه واخر يوم في عمرك النهارده لو ما لقيناش المفقود، واخدوهم علشان يجمدوهم ازاي تكلموا كده. ولحسن الحظ العروسه بنته دخلت وقالت له الارنوبه دي انقذت حياتي من الدوناتس يا بابا، وابتدوا يبقوا اصحاب وهيساعدها في ان هي تلاقي الحيوان المفقود، وحضروا فرحها كمان. وابتدى يقول لهم ان هو اللي اتحول وكان هياكل سائق السياره بتاعي، والوحيد اللي هيساعدكم في الموضوع ده هو السواق. وابتدى يروح للسواق مستر مانتش، واول ما راحوا له البيت فتح الباب وكان بيقول لهم كان في ثعلب متوحش وهجم عليا، فقالوا له ما تفتح الباب وتورينا وشك كده بدل ما انت بتكلمنا من وراه. وراح السواق دخل وابتدوا هم يفتحوا الباب وشافوه وهو بيتحول وابتدوا يجروا بسرعه. وابتدت الارنوبه تكلم السكرتير النمر ينقذهم، والتليفون بيقع منها وهي متشعلقه فوق، والثعلب بيرفض يسيبها لوحدها وبيهجم عليهم المتحول. وبيكتشف الثعلب ان الارنوبه ربطت الوحش وانقذت حياته، لحد ما عربيات البوليس وصلت واختفى الوحش وبقى شكلها وحش جدا. والرئيس بيقول لها اهو اختفى المفقود ومفيش اي حاجه من اللي انت بتقوليه، سلمي شغلك بقى. وفعلا اتضايقت جدا الارنوبه وابتدت كانت هتسلم شغلها، وراح الذئب اتدخل وبيقول له انت بقالكم اسبوعين معاكم القضيه ومحدش وصل لحاجه، وهي صلاحيتها يومين اللي هم 48 ساعه ولسه باقي 10 ساعات. وابتدي ياخدها ويمشي، وبيركبوا العربيات المتنقله وهم في الطريق بيقول لها عارفه يا ارنوبه لما كان عندي 8-9 سنين كده كنت داخل كشافه بتاعت الصغيرين وانا كنت الحيوان المفترس الوحيد اللي هو الثعلب، وما كانوش واثقين فيا واضطروا ان هم يلبسوني كمامه وقالوا لي مش هنتعامل معاك من غير كمامه. ومن ساعتها سبت الكشافه واتعلمت ان انا ما اسيبش حد يضايقني. وافتكر الثعلب كاميرات المرور وراحوا لمساعده العميد الخروف علشان توصلهم اوضه الكاميرات، ودخلتهم فعلا وسابتهم لان كان وراها شغل كتير. وابتدوا هم يدوروا ويعرفوا العربيه راحت فين اللي اخذت المتحور وايه اللي حصل بالظبط. وطبعا عشان يدخلوا لازم الارنوبه كانت تشغلهم وتعمل صوت العواء، ويبتدوا يمشوا في ممر في كل المتحولين وبيستخبوا علشان كان الاسد داخل اللي هو العميد. وابتدى يكلم الممرضه يقول لها ازاي كل المتحولين دول هنا واشمعنى دول بالذات، والممرضه بتقول له اكيد علشان هم مفترسين. وفي نفس الوقت الارنوبه اهلها بيرنوا عليها في التليفون وهي بتصور اللي بيحصل، فبيعرف الاسد ان في حد في المكان وبيضطروا يدخلوا الذئاب علشان يقتلوا اللي موجود في المكان لان يعرف حياتهم. وبتضطر الارنوبه والثعلب يهربوا عن طريق الحمام، والارنوبه بتتصل على رئيسها وبتقول له احنا لقينا الكائنات المتحوله. هو طبعا بيكون مشغول بيتفرج على برنامج اللي هم حفظنا. وراحوا فعلا وقبضوا على العميد الاسد، وبيطلعوا في مؤتمر صحفي ورئيس الارنوبه المستجده بيقدمها وبيقول ان هي حصلت على ال14 مفقود. وقبل ما تطلع الثعلب كان بيحاول يشيل عنها التوتر ويقول لها تتكلم ازاي، وابتدت تديله الجزره لان مهمته خلصت. ووضحت من اجاباتها ان المتحولين بسبب تركيباتهم البيولوجيه في الحمض النووي للمفترسين هو اللي بيخليهم كده، والحيوانات المفترسه بداخلها الغريزه العدائيه. وافتكر الثعلب ايام الكشافه وهم صغيرين كانها بتتكلم عنه بالظبط. ونزلت الارنوبه من المنصه وابتدى الثعلب يواجهها ويقول لها ايه اللي بتقوليه ده؟ قالت له انا بقول حقائق القصه، اكيد مش ارنب هيكون مفترس يعني. قال لها او الثعلب مثلا. قالت له انت غيرهم يا ثعلب. وقال لها انت تعتقدي ان ممكن اتحول عليكي؟ وابتدى يهوش فخافت منه وقال لها انا عارف ان عمرك ما كنتي هتثقي فيا يا ارنوبه. وابتدى يسيبها ويمشي. وابتدى في زوتوبيا يبعد الحيوانات الاليفه عن المفترس على اساس ان هم متوحشين. ودخلت الارنوبه تشوف شغلها ودخل لها رئيسها بيقول لها العميد عايزك، فبتعدي على الريسبشن بتلاقي النمر بيلم حاجته بيقول لها هنا مش عايزين مفترسين في الشغل وهكون في الارشيف. ودخلت للعميد الخروفه وبتقول لها على فكره يا ارنوبه زوتوبيا كلها بتثق فيكي، العالم كله مهدد بالخوف. وابتدت تنسحب وتسيب شارتها الارنوبه وابتدي ترجع لعيلتها تبيع الجزر. البنت برضو ملهاش غير مزرعه الجزر، ولقيت اهلها بيتعاملوا مع واحد اللي هو ثعلب اللي خربشها زمان، وبيعتذر لها وبيطلع لهم الخبز وبيجروا الاولاد علشان ياخدوا من الخبز، ولكن باباها بيبعدهم عن زهره عويات الليل اللي هم بيستخدموها عشان يبعدوا الحشرات عن المحاصيل. وقال لها عمك زمان اكل منها وكان جن جنونه وعشان كده مش عايزين الاولاد تيجي جنبها. وقالت له بس انا مسكت الخيط. وقالت يعني الارنب ممكن يكون متوحش عادي جدا. وعرفت ان عويات الليل ازهار مش ذئاب، واخدت مفاتيحها وجري بسرعه لزوتوبيا وراحت تدور على الذئب. وراحت له قالت له قد ايه انها متاسفه ومستعده تصلح غلطتها باي مقابل، وابتدت تعيط. وراحت هي والذئب الحرامي اللي قبل كده مسكته كان بيسرق عويات الليل وبيبيعها، وطبعا راحت له تهدده واخدته للسيد بيج عشان يجمده وانه بيوصل الازهار دي لمين. وقال لهم بعتها لواحد اسمه دوغ، وقال لهم على مخبأه السري وروحوا له. وابتدوا يلاقوا مزرعه عويات الليل، واول ما اتفتح الباب استخبوا وابتدوا يشوفوها بيعمل كبسوله عويات الليل، وبيجي له تليفون بيحكي له عن الحيوانات اللي هو حولها زي الثعلب المائي المتحرك
الميكانيك والسواق في بيته. واول ما راح يفتح الباب طلعته الارنوبه واخدت السلاح وابتدت تمشي بالقطر هي والثعلب، وابتدوا الخرفان يهاجموا الارنبه والثعلب ومشوا بسرعه لحد ما القطر اتقلب. وافتكرت الارنوبه ان هم فقدوا الادله، ولكن الثعلب طلع محتفظ بشنطه المسدس، وطلعوا جري على العميده الخروفه علشان تحكي لها. بس العميده سبقت وقالت لها جودي انجزتي عمل خرافي برافو عليكي. فبتقول لها الارنوبه ايه ده؟ انا حصلت على المصل، بس انت ازاي عرفتي قبل ما انا اقولك؟ وطبعا رجاله الخروفه جري وراهم علشان يمسكوهم، واضطرت الارنوبه تقول للذئب خد الشنطه انت واهرب، ولكن هو مرضيش. ودخلت عليهم الخروفه وبتحاول تثبتهم بالكلام علشان رجالتها يقبضوا عليهم، وبتاخد الشنطه منهم ويقعوا في حفره. واخدت الشنطه الخروفه وقالت للذئب انتوا مكانكم هنا مزرعه الجزر. وافتكرت الارنبه ان الخروفه هتقتلها، ولكنها قتلت الثعلب وابتدى يتحول، وابتدت الارنوبه تخاف. وابتدت الخروفه تفكرها بكلامها ان الحيوانات المفترسه بس هم الاكثر تعرضا ان هم يكونوا مفترسين او متحولين. وهجم عليها الثعلب وخلاص هيموتها، وابتدي يوري لها ان هم قد ايه بيمثلوا. وقالت لها المصل معايا والتوت معاكي. فقالت لهم خلاص كلامي قدام كلامكم، وابتدوا يسمعوها كلامها بالجزر اللي هم بيسجلوا فيها. وبيقبضوا على الخروفه، وبيقول الاسد العميد السابق ان هو اخطا ان هو اخفى المتحولين، بس هم خوفا على حياه الناس، ولكن ما كانش يعرف السبب في تحولهم. وابتدوا يعملوا مصل مضاد لعويات الليل، وبترجع كل الحيوانات لطبيعتها. والارنوبه كانت شايفه الحياه سهله في زوتوبيا، وبيرجع النمر مكانه، وبتقول في خطابها اللي بتوجهه من اكبر فيل لاصغر ثعلب لازم نحاول علشان العالم يكون افضل. وبتقدم شارتها العسكريه للثعلب، وبيعملوا حفله لتخفيف الهم عن زوتوبيا شويه، وبيجيبوا المعزه شكيره تحيي الحفله.